ابو الاغرام واول مكسب لابو الاغرام، ولكن اركن ابو الاغرام على جنب دلوقتي. خد يا شحاته، خد يا شحاته الجايزه دي، خدها يا اسطى. ايه يا اسطى الجون ده؟ ايه يا اسطى الجون ده؟ محمد شحاته سجل هدف يستحق جايزه احسن هدف في الجوله. الواد لمح، قرار، تنفيذ، دقه، الله اكبر، انا ما بحسدش والله. وراح لطشها في بسام، قال له خد يا بسام. ونادي الزمالك واول بداياته ومكسب النهارده امام سيراميكا. الزمالك مسك السيراميكا، قال له ده السيراميك، طب السيراميكا اهو. راح مكسر السيراميكا، راح مكسر السيراميكا، ونادي الزمالك يكسب 2-0 بهدف ناصر ماهر وهدف محمد شحاته. يا برنس هنتكلم على كل حاجه على المباراه، ونادي الزمالك كسب. وخلي بالك، خلي بالك من النقطة ديت اللي هنتكلم عليها. فييرا مدرب نادي الزمالك تدخله في الشوط الثاني هو كلمة السر، وهحكي لك بكل حاجة بالتفاصيل والتكتيك والكلام الجميل يا برنس. ولكن اخواتي بقى وحبايبي، اللايك يا باشا، اللايك يا باشا، تنزل تخبط اللايك بتاعك كده بمناسبة فوز نادي الزمالك على سيراميكا، وصلي على النبي. ولو انت مش متابعنا فيا ريت يا برنس تتابعنا بقى، صلي على النبي وتعالى. بص بقى، نادي الزمالك النهارده بدأ المباراة أمام سيراميكا، وخلي بالك، خلي بالك اللي يكسب سيراميكا مع كابتن علي ماهر، خلينا نتفق، ماتش صعب. فرقة سيراميكا من الفرق بلغة الكرة كده فرقة رخمة، وعلي ماهر من الناس او من المدربين اللي هم رخمين في الكوره. تمام. فرقه سيراميكا مش فرقه قليله جدا جدا، يعني فرقه يعني بقى لها كام سنه من الاربعه التوب الموجودين فوق. يعني ممكن تلاقي اهلي، زمالك، بيراميدز، سيراميكا مثلا او مصري، فهي على طول فرق بتناكش، فرقه بتاعت ايه؟ نكش، مش اللي هي سهله انك تكسبها. فانك تكسب سيراميكا في بدايه الدوري ده حاجه مهمه جدا. تمام. نادي الزمالك النهارده قدر ان هو يكسب وياخد الثلاث نقاط، وده المهم. وانا قلتها لك في فيديو امبارح لو تفتكر معايا، قلت لك اهم حاجه البدايات، وحلوه البدايات، لازم تكون حلوه البدايات. ليه بقى لازم تكون حلوه البدايات؟ لان البدايه انت بتلم نقاط، تلم نقاط، ايه، اللعيبه تاخد ثقه، المدير الفني ياخد ثقه، فكل الكلام ده كله، فانت بتجمع ثقه، فانت المكسب بيجيب مكسب يا بيه، المكسب بيجيب مكسب يا بيه. تمام. فهنتكلم على كل حاجه، ولكن لازم اقول لك الحته بتاعت فييرا. الشوط الاول خلص 0-0، شفنا كوره من ناصر ماهر في العرضيه، في العارضه والكلام ده كله، وكوره من سيراميكا والكلام ده كله. تمام. بس الفكره كان ناصر ماهر بيلعب ناحيه ايه؟ اليمين. وانا في التشكيله اللي انا كنت نفسي الزمالك يبدا بيها، كنت عاوز يبدا بعبد الحميد معالي ناحيه اليمين. ليه؟ لان عبد الحميد معالي لعيب بيلعب برجله الشمال، فعبال لما يضم ويلعب بالشمال فبايه بياخد وقت اسرع. ناصر ماهر لعيب بيلعب برجله اليمين. تمام. التدخل اللي حصل في الشوط الثاني بالتحديد، فييرا مدير فني ذكي جدا. فييرا قرا الموقف، لقى ان ناصر ماهر مكانه ناحيه اليمين في مش اللي هو الريتم بتاع الكلام ده كله، سحب عبد الله السعيد، سحب جاب ناصر ماهر نزله في اللاعب رقم 8، جاب عبد الحميد معالي ناحيه اليمين. بقى عندك ادم سحب شيكو بنزل هنتكلم برضو عليه، وخلى ادم ناحيه الشمال وعبد الحميد معالي ناحيه اليمين، وكان ناصر ماهر بيتحرك ما بين الخطوط. ففجاه لقيت اسيست من ادم، استلم ناصر ماهر ما بين الخطوط، لف حطها جول. ليه؟ لان واحد قرا في الشوط الاولاني ان الزمالك عنده الحته دي فيها حاجه، في بطء في الحته دي، فبدا ان هو يتدخل ويجيب كل واحد على عدلته دلوقتي. تمام. واحكم على الراجل ده كمان كام ماتش، واحكم على الراجل ده كمان كام ماتش. بس في اتنين لازم يمشوا يا جماعه، تبصوا بال10 كده، في اتنين في الزمالك لازم يمشوا. هتقول لي هم مين؟ الجزيري ودونجا. خلصت يابا. الجزيري جات له كوره يا اسطى من ناحيه اليمين يا اسطى، يلم ويعدي ويرقص ويجيب جول. عمل حاجه عمرها ما تيجي في تفكيرك كبني ادم، شاطها في السماء. ممكن يلعبها بالعرض، اي واحد جاي يروح حاططها، شاطها غريبه جدا. ففي اتنين لازم يمشوا، لازم يمشوا من الزمالك. اللي هو انت بص بقول لكم يا رجاله، مش عاوز اشوفكم تاني، مش عاوز اشوفكم تاني يا رجاله في الزمالك. تمام. فنادي الزمالك قدر ان هو يكسب، وخلي بالك مكسب النهارده مكسب مهم. تمام. فجأة نادي الزمالك كسبان 1-0 بهدف ناصر ماهر. في الوقت دوت، في التوقيت ده بالذات، خلاص بقى الزمالك ايه، يرجع ورا، يقفل دفاعاته والكلام ده كله، والمكسب 1-0 والدنيا ايه 100 فل و14. ولكن فييرا ما عملش كده. فييرا بدأ ان هو يضغط
على سيراميكا اللي هو في نفس الوقت سيراميكا بتهاجم. فجأة الكرة اتقطعت من نص الملعب. محمد شحاتة يا جماعة اللي يستحق هذه الجائزة. محمد شحاتة يستحق هذه الجائزة. ليه؟ بص، سرعة وقرار ودقة الهدف، دقة الهدف. ما هو مش أي لعيب يا جماعة ياخد القرار ده في 50 ثانية. يعني لعيب خد قرار التسديد في جزء من الثانية، جزء من الثانية، اللي هو لف طق، ممكن كانت تطلع بره، ممكن، بس دي دقة. وده لعيب واضح ان شحاتة في السنين اللي فاتت، وانا متابعه من الموسم اللي فات ومركز عليه قوي، لعيب بيتطور، لعيب بيتطور جدا جدا في نص ملعب نادي الزمالك. وواضح جدا ان هو كواليتي مختلف تماما. ماشي. فانا بص، يعني فكره انا قلت قبل كده اتفرج على نص ملعب الزمالك، احمد حمدي ومحمد شحاته. اتفرج على الاثنين دول، الاثنين لسه شباب، الاثنين لسه صغيرين، الاثنين عندهم نفس القوه، نفس الحميه، نفس اللياقه البدنيه، نفس التسديد من بره، نفس كل الكلام ده. اتفرج على نص ملعب نادي الزمالك والاثنين دول موجودين فيه، هتشوف حاجه ثانيه. تمام. مع ورا اللي هيكون موجود، الديفندر اللي هيكون موجود مهما كان مين، بس الاثنين دول المفروض يكونوا موجودين. تمام. نادي الزمالك بدا كده والكلام ده كله، بس في اثنين برضه لسه ما لعبوش. انت عندك الدباغ، واضح ان الزمالك لو الدباغ لعب هيبقى فارق جدا جدا. تمام. وعبد الحميد معالي يا جماعه لعيب تقيل جدا واضح. وادم اللاعب الفلسطيني لعيب جامد، واضح من تحركاته الاثنين على الاطراف، الاثنين سنهم صغير، الاثنين يا جماعه تحركات ويعدي ويرقص ويروح ويجيب، لا واضح جدا جدا الفرق في الصفقتين، والاثنين سنهم صغير. تمام. فانت تضيف اللاعب البرازيلي. انت الزمالك دلوقتي عبد الحميد معادي لسه، فهو فييرا بدا بناصر ماهر ناحيه اليمين وده مش مركزه. تمام. ولكن بدا بعبد الحميد معالي، الواد نزل باين من لمسته، وادم نفس النظام. شوف اللاعب البرازيلي، والنهارده كان بيتابع المباراه ورفع على الانستجرام ان هو بيتابع الماتش وبيقول الكلام ده كله. فنادي الزمالك قدر ان هو يكسب المباراه، وده المهم، ده المهم. وبرده من ضمن اللقطات اللي بص ممكن تكون خدت بالك منها، ان الفرقه لما كسبت لعيبه نادي الزمالك بالمدير الفني بالكلام ده كله، اللي كلهم جمعوا ايديهم في ايد بعض يا باشا وراحوا لجمهور الزمالك، راحوا لجمهور الزمالك ويحيوا الجمهور. هنا الفكره انك تربط ما بين اللعيبه وما بين الجمهور، الاثنين دول الدافع الكبير جدا جدا لنادي الزمالك في الفتره القادمه، والمكسب، واهم حاجه المكسب في البدايه. وخلي بالك لسه شويه على الزمالك. هتقول لي لسه، اقول لك انت عندك مدير فني، عندك صفقات، لسه الاثنين ما فهموش بعض، المدير لسه جاي والصفقات لسه جايه. خلي الفرقه دي يكون في انسجام شويه. شيكو بنزا ده نزل، الواد عنده لياقه بدنيه حلوه، سرعه حلوه، بس برده لسه محتاج ان هو جو الانسجام، اللي هو يبقى منسجم مع الفرقه. تمام. وده كله هنشوفه باذن الله في الايام القادمه، ان نادي الزمالك النهارده المكسب مهم جدا جدا، وكسب النهارده سيراميكا، ولازم تكسب، ودي البدايات، ولازم تكون حلوه البدايات يا برنس. مبروك لكل اخواتي الزملكاويه على المكسب النهارده امام سيراميكا، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو اللي جاي. ما تنساش اللايك بتاعك يا برنس، وانت لسه مش متابعنا تابعنا، ولو وصلت معانا لغايه النهايه انزل في التعليقات قول لي يا برنس. سلام.